طب هو نادي الزمالك هيفضل يجامل في المباريات بتاعته على طول على كده؟ كده مش هيعوز يجيب حكام اجانب، لان المصريين قايمين معاه بواجب. محمود ناجي الزمالك وغندور الزمالك في اول 10 دقائق، تعالوا نشوف الحاله دي. صبحي يدي صلاح. هثبت لك رجل عمر جابر عشان اثبت لك ان هو فعلا عمل معاه فاول، ورفعت رجل عمر جابر معناها ان هو لمسه، وده اعتراف منه. اهي اللقطه. محسن هديه اللي ما الكره اتلعبت لصلاح محسن واتضرب بيها صبحي وخط الظهر بتاع نادي الزمالك، وصلاح محسن بيحضر وبيجهز وبيظبط حاله علشان يحطها في الجون. بنعدي من مين وراه؟ مفيش غيره عمر جابر، بيعمل له مشبك، بيعلق له رجله المتحركه في رجله الثابته، واضحه اهي. صبحي يدي صلاح. طيب بلاش دي، نشوفها من ناحيه ثانيه. مطالبه بضربه جزاء لصالح النادي المصري. ادي اللقطه وادي الثانيه. هل في اهي دي ضربه جزاء في الدقيقه 10 والنتيجه 0-0، ونادي الزمالك والنادي المصري، يعني الوضع كان ضاغط النادي المصري على نادي الزمالك، كانت النتيجه هتتغير واللعب هيتغير واللعب كان هيروح في سكه ثانيه. انما ليه؟ محمود ناجي الزمالك لا يصفر عليها ولا يقول حتى ان انا استنى اشوف الفار يمكن ينده لي يقول لي لا مفيش ضربه جزاء ولا حاجه، اعمل اللي عليا. فهو فعلا عمل اللي عليه وما صفرش، ما رضيش يصفر. والفار الثاني قام بواجب، ما كانش موجود، كان نايم.